أنا نغم يحيى عيسى. خطفت فقتلت. وبعد العزاء تأكدنا انه طيبه وهي بلبنان. بعد كل هالشوشره اللي صارت على مواقع التواصل الاجتماعي على نغم وضجت فيها سوريا وحتى الامن العام اللي هو متهم بخطفها، تطلع عنها عايشه ورايحه مع شيخها بلبنان. تنتشر صوره من شوي ل 18 بنت. نحن كيف بقى بدنا نصدق؟ الذباب الالكتروني على بيشتغل على هزازات امن سوريا. كيف بقى بدنا نصدق هاي الامور؟ كانت متعامله مع احد الاشخاص حتى انهم يزعزعوا فقط انه بس يتهموا الامن العام اللي هو اللي عم يخطف البنات. ليش بده يخطفين؟ ليش بده يخطف البنات؟ ما كان الاولى انه يخطف الشباب؟ كانوا الشباب والبنات موجودين في كل مناطقهم. لك لوين بدكم توصلوا؟ لوين بدكم توصلوا سوريا؟ بس فهموني. فكرين في هالحركات هي انه بقى بدكم تنتزعوا الحكم من الثوره السوريه؟ لا، ما راح تنتزعوه ولا راح تغبروا عليه ولا منخليكم تغبروا. كل ايد بتبعث او كل شخص او لسان بيحكي كلمه راح نكون درع حصين لاداره الثوره السوريه. هي ما هي حكومه جديده، هي اداره الثوره السوريه اللي خاضت المعارك واشرس المعارك واللي ذاقت الويلات من ميليشيات الدنيا. وصلنا بالاخير لحكم سوري، وصلنا لطريق شهدائنا ولطريق معتقلينا. والله وإن نتركه هيك بالسهل ما راح يطلع معكم شيء، لا على الارض ولا على السوشيال ميديا ولا على النت ولا على اي شيء.